ما جرى ايه يا دي يا اسامه ابو علي؟ ما تصحى وتصطبح كده. انا عمال سايبك تتنطط ومش راضي تيجي النادي، واقول الواد لسه صغير وبكره يعقل. لكن لا يا حبيبي، لما تيجي عند الاهلي تشد فرامل علشان احنا بنعرف نتعامل. يا كابتن خطيب، انا ليا الشرف ان العب في الاهلي، بس انا برضو عايز احترف في اوروبا وابقى نجم كبير، والعب في دوري ابطال اوروبا واجيب اجوان واحل بالشمعدان. الله يجيك شمعدان يوقف في زورك يا بعيد. يا دي يا ويسو، انت هتصح عليا؟ اوروبا ايه اللي عايز تروحها دي؟ ده انت العروض اللي جايه لك من الخليج وامريكا، وبعدين انت ما لعبت في كاس العالم للانديه، يعني هتلاقي بطوله اكبر من دي تلعب فيها؟ الصراحة لا يا كابتن بيبو، ده انا ما كنتش مصدق نفسي لما لعبنا قدام فريق الواد ميسي، ده غير الفرق التقيلة اللي كانت معانا في البطولة، ريال مدريد وباريس سان جيرمان. بس انا برضو عملت معاكم واجب حلو وجبت هاتريك في بورتو. واجب ايه يا حبيبي؟ ده شغلك وبتاخد عليه فلوس. وبعدين يا ريتك ما جبت الهاتريك المنيل ده، اساسا ما كانش ليه لازمه. وغير كده خلاك تتنطط علينا وتشوف نفسك وعايز تسيب النادي وتمشي. يعني ده جزاتي بعد كل الاجوان اللي جبتها؟ ماشي يا ابو الكباتن. طب بعد اذنك بقى، انا همشي وهروح امريكا، وهلعب في فريق اسمه كولومبوس كرو، وهيدفعوا فيا 10 مليون دولار. كولومبوس كرو؟ جاتك خيبه، دي فرقه عيانه وبيتاجروا باللعيبه. يعني هو كام شهر كده وهتلاقيهم يبيعوك لفرقه في الخليج، وبعد كده تيجي تعيط وتقول رجعونا الاهلي. وبعدين يا باشا انا عايز 20 مليون دولار علشان تمشي. لا يا كابتن خطيب، هو انت فاكرني محمد صلاح ولا ايه؟ ده انا الاجوان اللي بجيبها دي بالصدفة، ده انا اساسا كنت بلعب كرة سلة في الدنمارك، مش شايفني طويل ازاي؟ تلعب كرة سلة، تلعب كرة شاطئ، هي نونوت معايا وعايز فيك 20 مليون. ولو ما جيتش النادي بكرة يا وسام الصبح هشغل عداد الغرامات عليك وبالفوائد كمان. يعني هي بقت كده؟ ماشي يا كابتن. طب عليا الطلاق، لا هروح العب في الزمالك ومش هاخد منهم فلوس كمان.